السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم طاجين اللوبيا الخضراء أو الفاصوليا الخضراء بطريقة سهلة وبسيطة. كما راكم تشوفوا يجي بنين ويجي ما شاء الله. أتمنى يعجبكم الفيديو، اتفضلوا معايا. أول حاجة بسم الله راح نحضرها. راح نقي اللوبيا كما راكم تشوفوا، يعني اللوبيا الخضراء أو الفاصوليا الخضراء أو الموشطو، كل واحد كيف يسميها. نقيها مليح، نغسلها مليح بالماء والملح، اهم شي نعقمها. بعدها راح نقي البصل. هنا استعملت حبتين بصل متوسطين، لانه كما نعرفوا الجواز او طاجين اللوبيا ياخذ لنا يعني يحب البصل. كما راكم تشوفوا هنايا قشرتهم وغسلتهم. من جهة اخرى اللوبيا تاعي صفيتها في كسكاس وراح نحطها تفور لي. انا ما نغليهاش انما نفورها كما راكم تشوفوا. من جهة اخرى راح نحضر البصل تاعي نبرشوه في المبشرة، او تقدروا تطحنوه يعني في الروبو. كما راكم تشوفوا هنايا استعملت حبتين بصل. صدقوني البنة تاعو ولا اروع. كان عندي هنا لحم بقري، استعملت يعني قطع من اللحم البقري. ضفت البصل، ضفت عليه الفلفل الاسود والفلفل الاحمر، ضفت ايضا كمون كما راكم تشوفوا. تقدروا تضيفوا راس الحانوت، هنا اختياري. ضفت الملح وضفت ايضا 2 ملاعق زيت كبار، وضفت ملعقة من الفلفل الاحمر كنا حضرناه يعني كان في المجمد، وضفت له سنينة ثوم، وضفت ملعقة سمن. صدقوني البنة وش نحكي لكم يجيكم ما شاء الله. اهم شي نحمسوه مليح كما راكم تشوفون، نخليه يتقلى لي مليح بهذه الطريقة. نقصوله للفرن وخلوه يعني يتحمس بعقله. بعدها راح نضيف له كمية من الماء ونخليه يطيب لي مليح كما راكم تشوفوا. ما نضيفوش الماء بزاف، فقط كمية قليلة. من جهة اخرى كنت حضرت الجزر، 3 حبات جزر قشرتهم عفوا وقطعتهم بهذا الشكل. راح نضيفهم، راح يعطوا بنة للطاجين تاعي. كما راكم تشوفوا اللوبيا تاعي راهي تفور، راح نخليها حتى تفور لي مليح. من جهة اخرى حضرت يعني حبات بطاطا، قشرتهم نقيتهم وقطعتهم بهذه الطريقة. راح نكملها كامل. هنا كمية البطاطا تعود ليكم يعني على حساب الطاجين تاعكم وعدد الافراد. هنا راح ندير لها الماء ونخليها جانبا لحين يعني نسحقها. كما راكم تشوفوا هنايا بعد ما تحمس لي مليح وطاب لي اللحم نص طياب، راح نكمل نمرقه ونخليه. بالنسبة للوبيا طفيت لها، راح نضيفها بعد ما يطيب لي نص طياب اللحم. كما راكم تشوفوا نضيفوا اللوبيا ونخلوها تزيد الطيب مع المرق واللحم. كما راكم تشوفوا هنايا بعد ما يعني طاب لي اللحم راح نضيف البطاطا ونخليها تتجمر مع باقي المكونات. صدقوني جواز ولا طاجين لوبيا ولا اروع. نتمنى تجربوه لانه حقيقة بنتو هايلة. كما راكم تشوفوا هنايا بعد ما ضفت البطاطا راح نخليه يكمل يطيب بغرضه. بعدها راح نوريلكم ان شاء الله الطبق جاهز بعد ما يوجد معايا. كما راكم تشوفوا هنايا راه الطبق واجد معايا، راه طاب لي اللحم طاب زبدة جا ما شاء الله. كما راكم تشوفوا مجمر. انا راح نقدمه لكم في صحن التقديم وان شاء الله يعجبكم الفيديو. اكيد لو وصلتوا لهنا ما تنسونيش بالاشتراك في القناة ولايك وتعليق يحفزني اني نحط لكم دايما جديد ان شاء الله. كما راكم تشوفوا الطبق تاعي راه جاهز. رافقته كما راكم تشوفوا بسلطة سلطة فلفل وايضا سلطة اوراق. جا ما شاء الله بنتو ولا اروع. اللحم طاب كأني طيبته في الكوكوط. ان شاء الله تجربوا الوصفة. كما راكم تشوفوا رافقته بسلطة فلفل اخضر والحار، وايضا قليت معاه شوية لحم مع بطاطا مقلية، ودرت سلطة اوراق بالطماطم. كان هذا هو فيديو لنهار اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم وان شاء الله الطبق يعني ينال
رضاكم وتجربوه إن شاء الله. أكيد لا جربتوه خلوا لي تعليق في أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.